حبايبي الدويني طلاب تانية ثانوي، ازيكم عاملين ايه؟ سموا الله صلى على النبي وتعالى نتكلم. ده مستر فيديو كورس البصمجيات. هنعمل فيها مستر اي حاجه ينفع تتحل بالاله هنحلها بالاله، اي حاجه بتتحل بالشعبولي كده هنشعبولي الدنيا مع بعض ونشوف بتتحل ازاي. سمي الله صلى على النبي وتعالى شوف هنعملها مع بعض ازاي. اول حاجه مستر هنتكلم فيها هي الداله الزوجيه والداله الفرديه، ازاي احلها بدون خطوات حل. يعني ايه يا مستر؟ يعني اشوف الداله اعرف هي زوجيه ولا فرديه من غير ما اشتغل اصلا. عشان تعرف تحل هذا السؤال يا مستر حضرتك محتاج مني ايه؟ محتاج تكون عارف ان الجا والظا ومقلوباتهم اللي هي القطا والزطا هي دوال سالبه. يعني ايه يا مستر؟ يعني بتطرد السالب. يعني ايه؟ يعني دوال فرديه. حلو الكلام يا مستر. بتطرد السالب، يعني هتبقى جا سالب س سالب جا س. مش موضوع خالص اللي انت مش هتحل بخطوات. احنا الفيديو ده بنقول ازاي هتحل بدون خطوات اصلا يا مستر. يعني من الاخر الجا والظا والقطا والزطا دوال فرديه، اما الجتا ومقلوبها اللي هي القا دوال يا مستر زوجيه. شكرا. سيادتك لازم تعرف في هذا الفيديو ان انت يا مستر هنسمي اي داله فرديه او هنرمز لاي داله فرديه بالرمز سالب، واي داله زوجيه بالرمز موجب عشان اعرف احل. طب يا مستر عايز تقول لي ايه تاني؟ عايز اقول لك ان انت لو عندك داله زوجيه زي الداله زوجيه، يعني موجب وموجب حاجات مجموعه مطروحه على بعض، اذا الداله بتاعتك هتبقى زوجيه. وافهمك يعني ايه. اذا او لو انت الداله بتاعتك فرديه وفرديه تبقى دالتك فرديه. اذا لو معاك موجب وسالب، يعني جزء زوجي وجزء فردي، اذا دالتك هتبقى ليست زوجيه وليست فرديه، يعني اسمها ليست وليست. طب كلام جميل. طب المسائل اللي فيها ضرب وقسمه، في مسائل الضرب يا مستر. هو انا لو عندي سالب في سالب يديني ايه؟ موجب. اذا لو عندي داله فرديه في داله فرديه تديني داله زوجيه. طب موجب في موجب يديني ايه؟ موجب برضو. سالب في موجب بسالب، موجب في سالب بسالب يا مستر. طب يا مستر لو انا عندي سالب على سالب يديني ايه؟ يديني موجب. لو عندي موجب على موجب يديني ايه؟ يديني موجب. طب لو عندي موجب على سالب يديني سالب، ولو عندي سالب على موجب يديني سالب. والله يا مستر ده كلام جميل. هنحل بيه ازاي؟ صلى على النبي. السؤال ده سهل اساسا. بيقول لك كل مما ياتي قواعد دوال زوجيه ما عدا، بيقول لك كله زوجي ما عدا واحده. ايه؟ والله يا مستر انت عارف ان الجا فرديه فيبقى الجا. تعال نخش بقى على الشغل. بيقول لك يا مستر طب دالة س بتساوي 1 على جا س، احلها ازاي؟ تقول لي 1 ده رقم فردي ولا زوجي ما يفرقلكش. الرقم لكونه رقم اصلا يا مستر، اي رقم في الدنيا سواء رقم سالب سواء رقم موجب سواء رقم زوجي سواء رقم فردي مش فارق معايا، هو دالة زوجيه. دالة زوجيه يعني هرمز له بالرمز موجب، والجا دالة فرديه يعني هرمز له بالرمز سالب. موجب على سالب بسالب، اذا الاجابه دالة فرديه. طب ما يعني ايه دالة فرديه؟ يعني دالة س بتساوي سالب دالة سالب س. طب تعالى هنا يا مستر. طبعا سيادتك عارف ان يا مستر والله لو انا عندي بيسالني الداله دي زوجيه ولا فرديه، سواء كانت زوجيه ولا فرديه، انا ببص على الفتره ادام مديني فتره. لو الفترتين مقفولين او مفتوح عادي اقول زوجيه وفرديه على حسب. انما لو عندي واحده مفتوحه واحده مقفوله، على طول قطعا قولا واحدا دي ليست زوجيه وليست فرديه، لا زوجيه ولا فرديه. طب تعالى هنا يا مستر، انا عايز اشوف شويه الدوال دي زوجيه ولا فرديه. بص يا مستر بقى معايا. بقول لك 3 س تربيع ناقص جتا س على س تكعيب ناقص 6 س. مستر 3 س تربيع مش دي س نص 2؟ زوجيه ولا فرديه؟ تقول لا زوجيه يا مستر يعني موجب. جتا س زوجيه ولا فرديه؟ زوجيه يعني موجب. طب ما موجب وموجب يعني يديني موجب. تعالى هنا أس 3 يعني فرديه فتبقى دي سالب اهو، و دي س أس 1 يعني فرديه يعني سالب. سالب وسالب يديني سالب. طب موجب على سالب بسالب تبقى زوجيه ولا فرديه؟ فرديه يا مستر. وهكذا. طب بص يا مستر هذا السؤال يا كريم يا رب. احنا عندنا الزوجيه والفرديه هنا مثلا يا مستر. الداله دي زوجيه ولا فرديه؟ تقول لي بص يلا بينا. هي الجايه يا مستر زوجيه ولا فرديه؟ اقول لك كفرديه. تقول لي طب السين أس 1 فرديه ولا زوجيه؟ فرديه. طب ما فردي على فردي يديني زوج، تبقى زوجيه ولا فرديه؟ زوجيه. هل الكلام ده فيه مشاكل؟ ولا اي مشاكل يا مستر. طب تعالى ناخد واحده كمان اهو. مثلا يا مستر
لا مش ده، وده الرسم اتكلمنا فيه في الفيديو الاساسي في البروف اهو. تعال نشوف دي زوجيه ولا فرديه. يلا بينا يا مستر. هي دي اس 3 يعني ايه؟ يعني فردي. اس 5 يعني ايه؟ يعني فردي. طب ما فردي وفردي يديني فردي. مستر س اس 1 يعني ايه؟ يعني فردي. طب ما فردي على فردي يديني زوجي من غير ما احل، ده الا زوجيه. طب يا مستر ده حلو قوي الكلام ده. طب بص معايا يا كبير، زوجيه ولا فرديه؟ بص تعالى معايا. س اس 2 زوجيه يعني موجب. رقم يعني موجب يعني زوجيه. س اس 1 فرديه. طب مستر رقم زوجيه يا مستر، ده فرديه وزوجيه تبقى ليست وليست، ادام ظهر فيها ليست وليست يبقى كلها ليست وليست. طب حلو قوي يا مستر، كده انا خلصت الداله الزوجيه والداله الفرديه جبريا من غير ما اعرف احل اساسا ازاي. تعال اعلمك يا كريم يا رب. تعال اعلمك يا كبير ازاي تقدر تحل المتباينات، متباينات المقياس بدون حل. طبعا يا مستر انت كان عندك 12 حاله بنحل منهم، وكنا قايلينهم في الشرح وكنا قايلينهم في الورقه معاك في الملخصات، اللي هم ايه برضو عشان سيادتك ما تتوهش مني. صلى على النبي. لو معايا المتباينه بتاعتي كانت اكبر من رقم موجب، او اكبر من او تساوي رقم موجب، كل ده المتباينه، او اصغر من رقم موجب او اصغر من او تساوي رقم موجب. المتباينه يا مستر لو اكبر من رقم موجب بيبقى ح ما عدا، ادام هنا مفيش يساوي بتبقى ح ما عدا مقفوله، لان هنا انا بعكس من قيمه س 1 لقيمه س 2. طب ادام في يساوي يبقى ح ما عدا مفتوحه من س 1 لس 2. طب اصغر بس، ادام اصغر بس مفيش يساوي تبقى مقفوله. تقول لي يا مستر ايه ده؟ هنا قلت مفيش يساوي مقفوله. ما هو حبيبي هنا في ح ما عدا، الح ما عدا دي بتعكس. لو انت متعود ان مفيش يساوي مفتوح فتبقى هنا مقفول، لان الح ما عدا بتعكس. هنا مفيش يساوي دي على عادي عشان مفيش ح ما عدا، تبقى مفتوحه يا مستر من س 1 لس 2. ايه س 1 وس 2 دول قيمتين وخلاص. اصغر من او يساوي مستر من س 1 لس 2 ولكن ايه؟ مقفوله. طب مستر دي الارقام الموجبه. طب لو انا عندي ارقام سالبه، ارقام سالبه كانت سهله قوي يا مستر. افتكر معايا كده، اكبر من رقم سالب كده كده اكبر من رقم سالب سواء تساوي او لا بيبقى الاجابه ح. طب اصغر من رقم سالب ينفع اصغر من رقم سالب ففاي، اصغر منه او تساوي رقم سالب فاي، فخلصنا الدنيا. طيب مستر الصفر بقى وما ادراك ما الصفر. لو اكبر من الصفر خلاص يا مستر بتبقى ايه؟ بتبقى ح. طب لو اكبر من او تساوي الصفر، خلي بالك كده معايا مستر والنبي. بص تعالى نعيد كده مع بعض يا مستر. انا لو عندي، قلت لك بس مساحه اكتب فيها، لو المتباينه طبعا يا مستر اصغر من الصفر او اصغر من او تساوي الصفر، اصغر من الصفر بس فاي لانها تبقى سالب. طب اصغر من او تساوي الصفر هتساوي المتباينه بصفر يطلع لك قيمه واحده للسين. طب يا مستر لو المتباينه اكبر من الصفر بس، اكبر بس يبقى ح ما عدا قيمه السين اللي انا هجيبها لما اساوي المتباينه بصفر. طب لو اكبر من او تساوي تبقى ح على طول يا مستر. هل الكلام ده فيه مشاكل؟ ولا اي مشاكل في الدنيا. طيب كلام جميل مستر. ده طريقه الحل. ايه علاقه ده بالبصمجيات؟ صلي لي على النبي بقى. بص يا مستر تعالى نبدا من اول المتباينات اهو. اولا تعالى نحل اسئله المتباينات كلها بالحب. بص مقياس س اكبر من سالب 1، اكبر من قيمه سالبه، خلاص ما انا عارف كده كده ان القيم السالبه ادام اكبر من السالب يبقى ح، لان كده كده يطلع اكبر من السالب فده خلصان. هنا اكبر من الصفر. بص بقى انا عارف ان لما بتكون اكبر من الصفر بيبقى ح ما عدا رقم، صح؟ فين الوحيده اللي ح ما عدا رقم اهو؟ هو انا حليت؟ انا حافظ بقى ح ما عدا رقم اهو. تعالى هنا مش هي اصغر؟ عارف انها من موجب من سالب رقم لموجب رقم او من رقم لرقم. فين الوحيده اللي بص دي ح ما تنفعنيش ودي ح ما تنفعنيش. من رقم لرقم ادام اصغر، ادام اصغر يبقى انا عايز الفترات مفتوحه. فين المفتوح اهو؟ هو انا مستر بعمل ايه؟ انا بصمجها، انا ما بحلش. مستر اصغر من او يساوي، تقول لي لا دي بقى ايه؟ رقم موجب، دي كنت بحلها بقى واقول مره موجب ومره سالب واجيب قيم واعيش. ولا هي مستر مش اصغر من او تساوي رقم في الرقم الموجب هنا. بص افتكر والنبي كنت بقول من رقم لرقم فترات مفتوحه، صح؟ اهو اصغر من او تساوي رقم تساوي يبقى من رقم لرقم فترات مقفوله ادام في يساوي. بص 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 اهو كده كده انت مش محتاج تجيب الارقام معروفه. فح ما عدا ما تفرقليش وح ما عدا ما تفرقليش. في يساوي الارقام مقفوله اهو من غير ما احل. طب اللي بعده يا مستر
اكبر فريق لي، بص كلهم نفس الرقم اصلا، الارقام طالعه معايا، الفكره كلها فين؟ اكبر من او يساوي يبقى ح ما عدا فترات مفتوحه، عشان ح ما عدا بتعكس. بس يا معلم موضوع المتباينات خلصان. طب يا مستر هنا برضو نفس الموضوع، ما هو الرقم معاك هي مش اصغر من او تساوي، يبقى ادام فيها يساوي يبقى مقفوله من الرقم للرقم من سالب 3 ل 6، وموضوع خلصان كده يا مستر. طيب صلى على النبي وتعالى نقول اخر حاجه في الجبر وبعد كده نخش على التفاضل بالاله. لو جالي اسس ولوغاريتمات ازاي اتصرف فيها بالاله؟ بص يا مستر بالنسبه للاسس، الاسس عاديه جدا، احنا اتكلمنا في حل الاله بتاعها. مستر بعمل ايه لو انا معايا داله اسيه مثلا بيقول لك س اس 5 بتساوي مثلا 32، فانا عايز السين بكام؟ فلو انا عايز احلها من غير حل يا مستر، في سين في الاختيارات بيقول لك مره ب2 مره ب3 مره ب4 مره ب5، هاخد الاختيارات واعوض. يبقى 2 اس 5 ب 32 يبقى هي 2. طب جربت 3 اس 5 ما جاتش، هتقعد تجرب لحد ما تطلع هي ال 2 وهكذا. الاسس بالتجربه عادي يا مستر. ولكن اللوغاريتمات ساعات بيجي يديك لوغاريتم. مستر وانا ازاي اصلا بعمل لوغاريتمات على الاله؟ اللوغاريتمات على الاله 3 حالات. لو عندي مثلا لوغاريتم، خلينا نعمل باللون ده بس عشان انت تشوف. لو مثلا عندي لوغاريتم 2 للاساس 16 مثلا، انا اسف لوغاريتم 16 للاساس 2. لو عندي لوغاريتم 100 بس. طب لو عندي يا مستر لوغاريتم 3 للاساس هي، اعمل كل دول على الاله ازاي؟ اي لوغاريتمات ما فيهاش سين بعملها بالاله. ازاي يا مستر؟ صلى على النبي. سيادتك هتمسك آلتك، انت عندك 3 حالات للوغاريتمات. لو اللوغاريتم مكتوب فيه، ركز معايا والنبي، بص، لو اللوغاريتم كله ارقام زي الحاله دي. يعني ايه يا مستر زي الحاله دي؟ بص بقى يا سيدي، يعني هنا في رقم وهنا في رقم، ده زرار على الاله، بص بالظبط تحت القن على طول هتلاقيه عامل كده لوج، ومربع هنا عامل كده ومربع هنا عامل كده. ده بتدوس عليه سيادتك، تدوس لوج فيفتح لك مربعين بهذا الشكل. هتكتب لوج على الاله يروح كاتب لك لوج ومربع هنا ومربع هنا وحاطط لك العلامه هنا. تيجي هنا تكتب 2 وهنا تكتب 16، او 2 تخش سهم يمين وتكتب 16. مستر انا دوست على زرار اللوغاريتم وفتح لي تحت هنا فكتبت 2 ودخلت هنا كتبت 16. حلو. ودوست يساوي، طلع لي 4 والموضوع انتهى بالنسبه لي يا مستر. طب اللي بعده ده لوج بس ملوش اساس هنا، عشان تبقى عارف بس اللوغاريتم اللي ملوش اساس المفروض اساسه 10، بس انت مش هتعمل لوغاريتم 100 لاساس 10. بص ليه بقى؟ لان سيادتك اصلا عندك زرار على الاله اسمه لوج بس. فين؟ بص يا مستر، شايف زرار اللوغاريتم ده اللي تحت القن؟ تحته في زرار اسمه لن. ايه اللن ده يا مستر؟ اللن ده اللي هو لوغاريتم الاساس هي. يعني لو عايز اكتب لوغاريتم 3 الاساس هي، هتكتب على الاله لن وهو هيفتح لك قوس كده، تروح كاتب هنا 3 بس. بص لن 3 بالاله هتلاقيه بيساوي 1 علامه 0 9 8 بس. انت كده زي الفل زي الفل. طيب عايز اكتب لوغاريتم رقم للاساس، مفيش للاساس 10، مفيش حاجه مكتوبه هنا. انت المساله هتيجي لوغاريتم 100 تعمل ايه يا مستر؟ شفت زرار اللن اللي احنا لسه قلنا عليه ده؟ في زرار جنبه مكتوب عليه لوج بس وفاتح لك قوسين كده. لوج بس ده يا مستر، دوست كتب لي لوج وفتح لي قوسين، تكتب هنا 100 وتدوس يساوي. بص يا مستر لوج، والنبي ركز، لوج اللي فيه رقمين اهو تحت القن. طب الاساس هي فين؟ اللن اللي تحته ده اللي هو مكتوب اي ان. طب اللي جنبه يا مستر شمال اسمه لوج بس، اللي هو لوج الاساس 10، اللي هو لوج مش مكتوب له حاجه. فدوس لوج 100، شوف يطلع بكام؟ طلع ب2. كده انا حليت اسئله يا مستر. الكلام ده صعب؟ قيس على كده كل اللوغاريتمات بقى. يعني مثلا لو عندي ايه لوغاريتم 6 للاساس 2 س في لوغاريتم 6 للاساس 2 مثلا بتساوي 9، فعايز اجيب السين اعمل ايه؟ اقول يبقى المضروب يروح مقسوم. فاكتب دي على الاله ازاي؟ اهو 9 على لوغاريتم 6 للاساس 2، ادوس زرار اللوج اهو واكتب هنا 2 واكتب هنا 6 يساوي مطلع لي 3 علامه 4 8 بس، وهكذا. ده حل اللوغاريتمات بالاله. حلو. وطبعا احنا كنا مبسطين موضوع اللوغاريتمات ده خالص، فالدنيا سهله بالنسبه لك. احنا بس تعالى بقى نتكلم في التفاضل. اظن الدنيا ظبطت معاك من الفرديه والزوجيه والاسس واللوغاريتمات. تعالى نتكلم بقى مستر في التفاضل. صلى على النبي يا معلم. بص يا كبير، انا ازاي مستر ممكن احل التفاضل؟ اولا حل التفاضل بالاله.
بص يا كبير، انا مستر بحل اي سؤال تفاضل ازاي؟ صلي بينا على النبي عشان بس نبقى حلوين مع بعض بالاله. حلوين مع بعض على الحل بالاله. بص يا كبير، انا مستر بكتب الداله ايا كانت ايه هي اللي انا عايز اجيب نهايتها، بكتبها على الاله زي ما هي بالظبط، سواء مساله تعويض مباشر، سواء تحليل، سواء نظريه، سواء اي حاجه في الدنيا، هكتبها على الاله زي ما هي بالظبط يا مستر. واعمل ايه؟ وتروح تكتب السين بالفا اكس. ازاي؟ هعلمك حالا، صلي على النبي. عايز اكتب يا مستر على الاله 3 س ناقص جذر س. السين على الاله بتتكتب اكس، بكتب ازاي الاكس بقى او السين؟ بدوس الفا، زرار الالفا اللي هو جنب الشيفت، وبعديها بدوس قوس يمين، الفا قوس يمين يكتب لي اكس. بص ادي الاله يا مستر، انا بدوس زرار الالفا اللي جنب الشيفت اهو، الفا قوس يمين فكتب لي اكس. هل الكلام ده فيه مشاكل؟ ولا اي مشاكل في الدنيا. يلا يا مستر انا عايز اكتب بقى 3 اكس يعني 3 الفا قوس يمين ناقص جذر اكس يعني الفا قوس يمين. كده المساله اتكتبت. انا عايز احل لما السين بكام؟ السين باربعه. ما ينفعش على الاله في النهايات اكتب السين باربعه بالظبط، لازم اكتب حاجه يا اقل من الاربعه بحاجه بسيطه يا ازيد من الاربعه بحاجه بسيطه. فاروح كاتب على الاله 3 علامه 9 9 9. هكتبها ازاي يعني عشان احل سؤال النهايات؟ سيادتك هتدوس على زرار الكلك اللي هو تحت الشيفت مباشره، تحت الشيفت في زرار اسمه كلك اهو يا مستر. حلو، ادي الشيفت اهو، شايف انت شايف ولا لا؟ تحته كلك، ماشي. هتدوس كلك، هو يعمل لك كده يقول لك الاكس بكام، فسيادتك هتكتب بص مش دي 4 قلل منها حاجه بسيطه، 3 علامه 9 9 9 9. اكتب تسعات لحد ما تملى الشاشه ودوس يساوي، هتلاقيه طلع لك 10 مباشره من غير ما تحل. طب بص يا مستر كده اللي بعده مثلا، تعال نجيب سؤال محترم مثلا اهو. ده س تربيع زائد س على س تكعيب زائد 1. ده سؤال تحليل وموضوع بقى وبنشتغل رياضه. بص يا مستر انا هعمل ايه؟ هكتبه زي ما هو على الاله، الفا قوس يمين اللي هو يعمل لي اكس تربيع زائد الفا قوس يمين على الفا قوس يمين تكعيب اللي هو اكس تكعيب زائد 1. عايز احل اعمل ايه؟ هدوس كلك. بيقول لك الاكس بكام؟ دي سالب 1. اقل من السالب 1 ايه؟ سالب صفر علامه 9 9 9 9 9. اقعد اكتب تسعات للصبح. حلو، هكتب سالب صفر علامه شويه تسعات لحد ما املى الشاشه، قبل الشاشه بواحده كده. طلع لي سالب تلت من غير ما احل اي حاجه يا مستر. بص مستر عايز احل السؤال ده تحليل بقى ودنيا، هعمل ايه انا؟ اهو يا مستر، اكس تربيع ناقص اكس ناقص 6 على اكس تربيع زائد اكس ناقص 12. وتروح دايس كالك، بيقول لك السين لما هي بتلاته تقول له 2 علامه وشويه تسعات كتير اهو، يساوي طالعه بكام؟ 5 على 7 اهو. ولا حليت ولا عملت اهي. اي والله يا مستر اهي. تعال نعملها تاني مع بعض قدامك اهو، صلي على النبي. انا دوست شرط الكسر، اكس الفا قوس يمين تربيع ناقص الفا اكس ناقص 6 على الفا قوس يمين تربيع زائد الفا قوس يمين ناقص 12. وقلت كلك هي 3 فعملت 2 علامه شويه تسعات اهو، يساوي 5 على 7 زي الفل. مستر طب في حاجات ما كنتش بعرف اعملها بالاله، اقول لك زي ايه؟ تقول لي مثلا مساله كبيره زي دي، المساله دي كنا بنحلها بالقسمه المطوله صح؟ تعالى نحل، ولا لا دي كانت بتحل عادي والله. بص مستر الفا اكس تكعيب، شايف اهو يا عم قرب لك شويه، الفا اكس تكعيب ناقص 7، مش مهم انا في الكاميرا، المهم انت تحل. 7 اكس انزل تحت معلش ناقص 7 اكس زائد 6 على 3 اكس تربيع ناقص 8 اكس زائد 4. وتدوس كلك، قال لك 2 يبقى 1 علامه شويه تسعات اهو. طلعت 5 على 4. سبحان الله. وعمال تقول لها مستر اسم مطوله ومش اسم مطوله معايا على طول. طب اللي بعده مستر ايه ده؟ هي النظريه كمان بتتحل بالاله؟ شفت الدنيا. يلا بينا. س اس سالب 1 اكس اس سالب 1 ناقص 2 اس سالب 1 على اكس اس سالب 4 ناقص 2 اس سالب، مع ان النظريه سهله بس يلا احلها لك بالاله. كالك 1 علامه شويه تسعات. اي سؤال يا مستر. طلعت ب2 يا مستر. ده ايه الجمال ده؟ طب يا مستر تعالى نكمل مع بعض.
خلاص بقى انت فهمت اللعبه كلها. مستر تجرب واحده باسس كبيره اكون انا ضحكت عليك ولا حاجه. بص 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 بص. اكس اس 5 ناقص 32 على اكس تكعيب ناقص 8 ودوس كالك. واحد علامه شويه تسعات كتير 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 كتير. 20 على 3. ايه يا مستر ده؟ ضحكت عليا، مفيش 20 على 3 في الاختيارات. امال دي ايه؟ بص دوس شيفت اس دي 6 و2 على 3. اللي بعده يا مستر. خلاص بقى كله هتحله كده. تعالى نوصل بقى الى نهايه الملا نهايه يا مستر. تقول لي دي بقى انا كنت متعود عليها، انت كنت عامل لي كورس بصمجيات من اول السنه ليها والدنيا جميله. اقول لك تخيل 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 ان حتى الملا نهايه ينفع احلها بالاله. تعال نحل مع بعض. مستر طب الملا نهايه دي بقى انا هكتبها تقول الى ايه؟ اتفرج الملا نهايه تكتبها 1 على 0 علامه. دي 5 بالنسبه لك احنا بس عشان انت بتكتب على الاله يعني، بس عشان انت ما تطوش. 0 علامه 0 0 0 0 0 0 0 1. واصله الدنيا؟ مستر مش مصدقك، تعالى اقعد نجرب بص. 3 على اكس تربيع، معلش فلتت مني. 3 على اكس تربيع ناقص 2 ودوس كالك. انا اسف، ودوس كالك. هتكتب ايه؟ 1 على 0 علامه 0 0 0 0 0 0 1. طلعت سالب 2. اتحلت يا مستر. يا عم مش مصدقني؟ مش مصدقني؟ هجيب لك واحده كبيره اهي. فين اهو، يلا حل دي. مستر دي اجابتها تطلع ايه؟ دي اجابتها تطلع 2 يا مستر. تمام؟ بالحل اللي احنا حليناه ارجع للبروفه الاخيره هتلاقيني حللها. حلو؟ تعالى هنا 2 اكس تربيع زائد 1. حلو؟ على اكس تربيع زائد 1. عايز احل. دوس كالك. ما لا نهايه يعني 1 على 0 علامه 0 0 0 0 0 0 1 ودوس يساوي. اتفرج طلع كام؟ 2. هل الكلام ده فيه مشاكل؟ ولا اي مشاكل في الدنيا يا مستر. قيس على كده بقى. بص يا لهوي، بص كبيره ازاي. هتعملها بايه؟ بالآلة يا مستر، رايح دماغك. طب يا مستر انت كنت معلمني كورس بصمجيات، ما تيجي نعيده. والله العظيم اسهل من الآلة. على الاقل الآلة ممكن انت تتلخبط وانت بتكتب. بص بقى الشعبولي. مستر هنحلها ازاي؟ اتفرج المسألة يا مستر لو سطر واحد ما فيهاش اسس، انا اسف، ما فيهاش كسور، يبقى انا احل ازاي؟ بما يرضي الله يا مستر. اشوف س باكبر اس كام. س باكبر اس لو المعامل بتاعها الرقم اللي قدامها طلع رقم موجب، الاجابه ما لا نهايه. طب رقم سالب، سالب ما لا نهايه. طب نخش بقى على المسائل اللي هي ايه؟ المسائل بتاعتنا، المسائل الجميله. اولا يا مستر دي تعويض مباشر، دي هشيل كل س واحط ما لا نهايه والدنيا جميله، ماليش دعوه، انا بتكلم في البصمجيات دلوقتي. هنا مثلا يا مستر عندي كسر، صح؟ الكسر حاله من 3 يا مستر. حاله من 3. الحاله الاولى لو البسط اكبر، مش عارف انا عملت كسر ليه. الحاله الاولى يا مستر لو البسط اللي هو اللي فوق طلع اكبر من المقام، في الحاله دي بتبقى الاجابه ما لا نهايه. طب يا مستر لو البسط طلع بيساوي المقام، في الحاله دي الاجابه بتبقى معامل البسط على معامل المقام. طب لو البسط طلع اصغر من المقام، في الحاله دي الاجابه بتاعتي بتبقى 0 يا استاذي. تيجي نجرب. تعال نجرب. هنا س اس 2 وهنا س اس 2، اكبر اس س اس 2 واكبر اس س اس 2، يبقى الاجابه ايه؟ معامل البسط على معامل المقام اللي هو 1. 2 على 1 ب2. تعال نشوف اللي بعده. مستر دي اس السالبه دي كنت بقعد على طول. اي ما لا نهايه اس سالب ب0، يعني ده مش موجود وده مش موجود، الاجابه 5 على طول. هنا مستر نفس الموضوع، اي اس سالب ب0، فده خلاص اصفار كلها اهو، يبقى لي سالب 2 على 6 اللي هي سالب تلت، او ممكن تحلها بالاله. طيب تعالى هنا تقول لي مستر بص من غير ما اكتب على الاله اسهل بكتير، الشعبوليات تفوق. اكبر اس فوق س اس كام؟ 7. تحت اكبر س اس كام؟ 4. الاجابه ايه؟ ما لا نهايه، لان اللي فوق اكبر من اللي تحت. طب افرض اللي فوق كان اصغر. تقول لي مستر دي بقى س اس 1، اقول لك يهبل دي لازم تفك الاول. اضرب السين هنا مره وهنا مره. س في 2 س ب 2 س تربيع، س في سالب 1 بسالب س.
بقى 3 على 2 لان القص اللي فوق قد اللي تحت. مستر هحل ازاي؟ عيش بقى. بص مستر دي فيها جذور دي حبيب قلبي، ما هو كده كده ده قص واحد وده قص واحد، معامل اللي فوق على معامل اللي تحت، بس الاتنين تحت الجذر ما تنساش. طب وهنا يا مستر ده جذر حاجه وده جذر حاجه، ما اتفقنا ان الجذر بيضيع، ده جذر تربيع هيضيع التربيع يعني اكنها س نص واحد، جذر تكعيب هيضيع التكعيب اكنها س نص واحد. مش مشكلتك المنهج دلوقتي، احنا بنبصمج. بص هاخد جذر اكبر س فوق وجذر اكبر س تحت، بس على حسب تكعيبي يبقى تكعيبي، تربيعي يبقى تربيعي، وبالاله 3 على السالب 2 يعني سالب 3 على 2، ولا تشغل بالك. ايه بصمج يا باشا، لا وقت للفهم. والله بص دي نقول يا مستر. بص س اس 1 على س اس 1 2 على 3، س اس 1 على س اس 2 الصفرايه، ما اللي فوق اصغر. مستر اللي فوق اكبر ما لا نهايه. مستر اللي فوق يساوي يبقى سالب 3 على 2، اللي فوق اصغر من اللي تحت الصفرايه يا مستر. هل الكلام ده فيه مشاكل؟ بالله عليك باشا انت دنيتك جميله، تلتين الامتحان معاك بالبصمجه من غير ما تفهم اي حاجه. تنساش قبل ما تبدا اي حاجه سمي الله وتصلي على النبي. انا عايزك اخر حاجه تكون شايفها فيديو البصمجه ده وفيديو البروفه الاخيره فقط لا غير، ولو احتجت اي حاجه ابعت لنا، احنا بنرد 24 ساعه. تنساش تسمي الله وتصلي على النبي قبل ما تبدا اي حاجه. سلام.